يا حلاوتك يا جمالك، خليت لي الحلوين ايه النهارده. هنعمل الفطير المشلتت من كيلو دقيق، هنعمل 4 فطاير بالحجم ده. بصوا شكله تحفة. حلاوتك يا جمالك، بطريقة فرد سهلة جدا جدا. هتقومي تعمليه على طول مورق ومقرمش من بره وطري جدا من جوه، وهتقدميه بقى مع عسل جبنه قديمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده كيلو دقيق نزلت عليه بمعلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره سكر والميه بقى، وتعجني كويس جدا. اهم حاجه في الفطير العجن، مهم جدا العجن يا جماعه في الفطير جدا، لغايه ما العجينه يبقى فيها مطه كده. انا عايزه كده. بتفضلي تعجني فيها لغايه ما تلم معاكي. خدت مني حوالي كيلو دقيق، خد مني حوالي كوبايتين كبار ميه. بعد كده بتبلي ايدك زيت وتغطيها من فوق ومن تحت، واهم حاجه تسيبيها ترتاح نص ساعه، اهم حاجه نص ساعه. وتفردي دقيق تحت وتفردي دقيق فوق، وبالنشابه ونفردها زي هنفردها بصوا حوالي نص سنتي. اهم حاجه امشي معايا كده بالخطوات، هنعمله بطريقه سهله جدا. بصي من النهارده مفيش حاجه اسمها صعبه في الفطير المشلتت ابدا الفلاحي. بصوا فردتها كده بحوالي سمك 2 سنتي او نص سنتي قصدي. جبت بقى زبده بدرجه حراره المطبخ، تكون ولا ماسك ولا جامده قوي ولا طريه قوي زي ما انتم شايفين قدامكم. دي زبده بلدي، وفردتها على العجينه كلها. وبعد كده عارفين السينابو، هنلفها زي ما بنلف السينابو كده بالظبط. بصوا ايوه كده. وطبعا حطينا دقيق علشان العجينه ما تلزقش معانا. بصوا هي عجينه ولا قاسيه قوي ولا طريه قوي، بس اهم حاجه ما تكونش بتلزق في الايد، واهم حاجه العجين تفضلي تعجني فيها لغايه ما تحسي ان فيها عرق. بس خلاص لفتها كده كلها زي ما انتم شايفين. هقسمها من النص. انا هعمل الكيلو على 4 فطاير صغيرين. لو انت عايزه بقى تعملي، انا بعمله مقاس الافران كده، هم ولادي بيحبوه كده. لو انت عايزاها كبيره يبقى هتعمليه على 2، على فطيرتين 2 بس. وبتدهني الصينيه زبده. انا هنا زي ما قلت لكم مستعمله زبده بلدي، تقدري تستعملي زبده فرن هتبقى حلوه برضو. وبعد كده بنحطه في الصواني وبرضو بنريحه نص ساعه. اهم حاجه ريحي العجينه هتريحك، اتعبيها هتتعب. لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو ما تنسيش بقى تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم بجد، علشان الطريقه دي سهله، عشان ينوبك صواب بصراحه، لان بصراحه الطريقه سهله جدا جدا. بس بعد كده ما ريحت نص ساعه، يعني انا سبتها ريحت بعد ما عجنتها نص ساعه، وبعد ما قطعتها وقرصتها نص ساعه. وبعد كده بنفردها زي ما انتم شفتوا، وبحط معلقه زبده واحده بس. بصوا انا للكيلو دقيق خد ربع كيلو زبده. تمن حطيته في العجينة لما فردتها، والتمن التاني حطيت على كل فطيرة معلقة واحدة بعد ما فردتها كده. يعني بعد ما بفردها كده زي ما انتم شايفين، بحط لها معلقة زبدة واحدة كده زي ما انتم شايفين، وبدهنها. وممكن تستغني عن الخطوة دي، بس الخطوة دي بتخليه مورق قوي اكتر كمان. بصوا انا عايزة اقول لكم ان هو مورق وفيه ورق كتير. ليه بقى؟ لان احنا اوريدي اصلا لافينه زي رول كده في الاول، فكله طبقات. وبعد كده بنسيبها تريح. بصي بقى انا جيت افردها بعد نص ساعه لقيتها مش راضيه تتفرد معايا. بصوا زي ما انتم شايفين تعبتني، فقمت. لما بتلاقيها مش راضيه تتفرد معاكي بتسيبيها شويه كمان وتبداي في اللي بعديها. لقيتيها تتفرد معاكي خلاص تمام. بصوا هنا احنا هنا بنفرد الفطير على شويه زيت، يعني تبلي كده الرخامه بتاعتك زيت علشان تفردي على زيت. وبعد ما بتخلصيها وبتبططيها على قد الصينيه بتاعتك او على قد الحجم اللي انت عايزاه، معلقه زبده في ايدك او تبلي ايدك زبده، بس حاجه بسيطه لان هو خفيف جدا والله الطريقه دي. ودخلته الفرن على درجه حراره 250 وطلع بالجمال والحلاوه والطعامه ده. ولعت له من فوق ومن تحت مع بعض. شايفين يا جماعه طري من جوه ومقرمش من بره. بعد ما بيطلع من الفرن بتغطيه بكيس كده وبتكمريه شويه قبل ما بتاكله، بتبصي تلاقيه طري من جوه ومقرمش شويه من بره. بجد حلو جدا جدا. وقدمته مع عسل اسمر وجبنه قديمه. الفطير طعمه تحفه يا بنات بجد. جربوه، واللي يجربه يقول لي عمل ايه. بطريقه فرد سهله جدا وبسيطه، ومش ممكن ابدا هيتعبك بعد كده الفطير المشلتت. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. باي باي.